أتوجه بالشكر للأستاذ سي محمد الشادي، لأن عارف أنا الاهتمامات ديالو وانشغالاته، ومع ذلك قبل بصدر رحب باش يسير هذه الجلسة. تحية رمضانية وخير رمضان علينا السلام. مرة أخرى أطل عليكم من جديد، رغم هذا الغياب شوية كان. أطل عليكم من بوابة مغرب التراث، وأشكر هذه المؤسسة في شخص رئيسها السي عز العرب. كذلك أطل عليكم من هذه التقنية اللي كيتحكم فيها السي توزاري عبد العالي والسي محمد مجبر. وأتوجه بالشكر إلى الحضور الكريم، وأرحب بي عندكم وأرحب بكم عندي. وأعود بكم مرة أخرى إلى فاس بعد غياب تقريبا شوية طويل، لأعود بكم عبر إلى تاريخها وتراثها وعاداتها وتقاليدها. واخترت لهذه المسامرة كعنوان، كما قال السي محمد الشادلي، التشريعات المؤطرة للتنظيمات المائية، أو الإطار التشريعي للتنظيمات المائية، وذلك في ارتباط بهذا الشهر ديال رمضان الكريم. أتوجه بالحديث إلى فئتين اجتماعيتين. الأولى من هم من جيلي أو من هم أكبر مني، وأذكرهم بمجموعة من التشريعات والأعراف والعادات التي كان يحفظها آباؤنا وأجدادنا عن ظهر قلب، من خلال الممارسة اليومية، بلا ما يقراوا، بلا ما يمشيوا قرويين، بلا ولا، غير من الممارسة اليومية كانوا يحفظون هذه الأعراف وهذه التقاليد. ثانية، أتوجه إلى الشباب الذين يسمعون عن هذه التنظيمات دون أن يروا وادا أو ناعورة أو معدة. إلى هؤلاء أقول: كان يا مكان، حتى كان الحبق والسوسان، حجرنا بين العدنان، حتى كانت مدينة مشهورة عند القاس والدان بمياهها الغزيرة الغير منقطعة على طول الزمان. هذه المياه بدات كتناقش شوية بشوية إلى أن انقطعت بالتمام، ولم تبقى لها إلا ذكرى. إذا كانت المياه قد انقطعت والأنهار قد جفت ومعظمها تغطت، فإن من واجب المهتمين والمؤرخين وذوي الأخبار أن يحافظوا على التراث اللامادي المدفون بين دفات الكتب التي كانت تسمى حتى وقت قريب باسم قدحي، وهو الكتب الصفراء. لكن الآن تحولت هذه الكتب إلى منجم للمعلومات والمعطيات من مختلف المشارب. بالنسبة لفاس كما هو معروف، افتتن بها الجغرافيون والرحالة والمؤرخون والأدباء وذوي الأخبار، واعتبروها حتى وقت قريب مدينة مائية بامتياز، ضاهت بغداد ودمشق ومدن مصر الكبرى، وتفوقت على الكثير من المدن الأوروبية كباريس ومارسيليا ولندن وغيرها. كل هذا جعل القريب قبل البعيد والمحلي قبل الأجنبي يقف مشدوها أمام عبقرية من نجح في توظيف هذه المياه وترشيدها، من قام بالتقسيم وخطط لهندسة التوزيع كما سبق أن رأينا في محاضرة سابقة، وجعل جزءا صالحا للمياه الحلوة ينطلق من الكبير إلى الصغير، وجزء خاص بالمياه الحارة أو المضافة أو بلغة الفاس عطارة ينطلق من الصغير إلى الكبير، أمام عبقرية من حول جزء من هذه المياه يخدم مصلحة ما، فهذا للاستعمال والآخر للاستغلال، وثالث لنقل ما فضل من القاذورات والأتفال. إن وضعية فاس المائية أفرزت عبر التاريخ وعبر تراكم التجارب والاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية، أفرزت مجتمعا مائيا بمعنى الكلمة، مهندسون يقيسون ويكسرون ويهندزون بالزين ويبنون بعمليات هندسية ورياضية معقدة، قواتسية، كنافة، قنويون، مختصون في صناعة وطي وتسريح مختلف أحجام القواديس، حرفيون من مختلف الاختصاصات، بناؤون، نجارون، حدادون إلى غيره، أدباء وشعراء فاضت سجيتهم بالتعبير عن مختلف مكونات النظام المائي سواء بالفصيح أو بالدارج، وحتى من اغترب عن المدينة لا يتذكرها إلا ومعها الماء كواد أو عين أو ناعورة أو خصة أو معدة. إضافة إلى هذا، علماء، فقهاء، مفتون وأرباب بصر قننوا وسيجوا الوضعية المائية بفتاوى واجتهادات مستنبطة من الشرع والعرف والعادة. ونظرا لكون معظم التنظيمات المائية
في عداد الضياع والباقي مهدد. ارتأيت أن تكون هذه المسامرة حول هذا الموضوع، عسى أن تجد آذانا صاغية تحاول أن تحمي ما تبقى، ولما لا تقوم بإحياء بعض ما ضاع منه، عملا بقول سيد العربي بن عبد السلام بن إبراهيم في القرن الثامن عشر قال: فعلى من علت همته ونفذت في الناس كلمته أن يصرف الوجهة إليه ويجعله آكد شيء يهمه. إذن في هذه المسامرة سنتناول التشريعات على أساس أن نتناول في المواضع أخرى أو المواضع الباقية في مسامرات أخرى. وعندما نقول تشريعات أي الأحكام المستنبطة من الأصول: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، وصولا إلى اجتهادات العلماء والفقهاء، دون أن ننسى العرف والعادة باعتبارهما جزءا من مكونات الشرع. واعتمد الكل على المذهب المالكي. طبيعة الحال سنبتدئ بالقرآن الكريم، وسنعتمد على قراءة ورش عن نافع لأنها هي المعتمدة في المغرب، لأن القرآن هو المصدر والمرجع الأول للفكر الإسلامي، لذلك لا يمكن تجاوزه، بالرغم من أن الإشارة المائية نادرة وإن وردت ترد بطريقة غير مباشرة نظرا للطابع الشمولي الكوني الذي يميزه خاصة في هذا الجانب التشريعي. هذا الطابع طرح صعوبة إيجاد أحكام مائية محددة، لذلك اعتمدت بعض الآيات العامة لاستخلاص قواعد خاصة، وسنقتصر على بعضها اختصارا للوقت. فقد جاء في سورة النساء الآية 29: يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية. ومن خلال شرح الآية يتبين أن الماء يندرج ضمن الأصول، ضمن الأموال، سواء اعتبر ملكية خاصة في حد ذاته أو اعتبر مصدرا للرزق باعتماده في الزراعة أو الرعي أو السقي أو الطحن أو باقي الحرف. وقد أكد الونشارسي في معياره، أبو العباس أحمد الونشارسي من كبار علماء فاس، هو أصلا من تلمسان وهاجر إلى فاس، وله كتابات متعددة، وكان شيخا للإسلام، أشهرها المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوي إفريقيا والأندلس والمغرب، وخلاص خرجته وزارة الأوقاف في 13 جزء. قال الونشارسي في معياره أن من ملك حظا من ماء فهو في ماله كسائر الأموال. إذا كان كذلك أي مالا، فطبيعي أن التعدي عليه أو أخذه بالقوة يدخل في أكل الأموال بالباطل، ومن هنا اعتبرت الملكية مقدسة لا يجب التعدي عليها. ومن قتل وهو يدافع عنها مات شهيدا، كما ورد في الحديث: من مات دون ماله مات شهيدا. وقد نصت جميع التشريعات على أن المعتدي يجب أن ينال عقابه، بل ذهب البعض إلى ضرورة تدخل الدولة. خارج هذه الآية نجد أخريات متفرقات لا تصب في هذا المعنى بالضبط، ولكن تحث على اتباع قاعدة ما أو الالتزام بالشرع وأحكام ذوي الأمر أو القضايا المبتوت فيها. ففي سورة آل عمران الآية 83 جاء: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولا شك أن مضمون الآية هو رد الذين يبغون أو يبحثون عن حلول غير تلك التي اتفقت عليها الأمة والمحسوم فيها. فما اجتمعت أمتي على ضلالة، أي أنهم غير مقتنعين. لذلك حاول العلماء ردعهم بالآية السابقة، بل أضافوا الآية 32 من سورة يونس: فماذا بعد الحق إلا الضلال. واعتمدت هذه الآية للرد على من يبتغون مذاهب مغايرة للمذهب المالكي. لذلك نجد النوازليين عندما يستشهدون بهذه الآية يذكرون بعدها مباشرة عبارة: وبهذا مضت أجوبة المالكية رضوان الله عليهم. خارج هذه الآية وما شابهها
في معناها نجد الأحاديث، وهي على العموم أكثر عددا ومضمونا، وتتراوح بين ما هو عام وما هو خاص. وسنبتدئ بالأحاديث العامة. وعندما نقول أحاديث عامة فهي عادة تصلح أو يستشهد بها في الأحاديث الخاصة، والأحاديث الخاصة يستشهد بها في الفتاوى أو في الفتاوي الفقهية كما سنرى، ورغم أن الأحاديث شبه الجزيرة العربية فإنها طبقت في مدينة فاس. نقصد بالأحاديث العامة تلك الأحاديث التي كملت الآيات السابقة والتي أشارت إلى الماء بطريقة غير مباشرة. فمثلا نجد حديثا مكملا للآية 29 من سورة النساء، والذي أورده ابن رشد الجد أبو الوليد بن رشد، عالم قاضي قرطبة، وهذا بين سيد أو جد بن رشد الفيلسوف، عالم المرابطين، عالم المغرب والأندلس. ما كاينش شي عالم اللي فتى وما رجعش لابن رشد، ولذلك يعتبر هو من الأعمدة ومن الأسس ديال المفتين. قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكما الآية لم يرد الماء بل تم إدراجه ضمن الأموال، ولا يجوز اغتصابه من أي طرف كان. ويبقي الحديث إمكانية استغلال الماء عن رضا صاحبه. وفي نفس السياق ورد في خطبة الوداع المشهورة التي سجلتها كتب السنن والصحيحين. اللي كنقولوا السنن كنقصدوا الأربعة بالترتيب: النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الصحيحين خلاص معروفين، البخاري ومسلم. ورد قلنا في الصحيحين مع بعض الاختلافات البسيطة كتقديم كلمة أو تأخيرها عن أخرى. جاء في الخطبة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وفي نفس الخطبة نجد تأكيدا آخر: أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وقد اعتمد فقهاؤنا وعلماؤنا مضمون الخطبة ليقفوا إلى جانب المتضرر موقفا حاسما، ووقفوا ضد كل أساليب الابتزاز موقفا صارما لا هوادة فيه، وطالبوا برد الحق إلى نصابه ومعاقبة المخالفين. الحديث الموالي، وهو الذي اعتبر ركيزة الفتاوى وأساس الأحكام، الحديث المشهور الدارج على لسان الجميع سواء اللي قارئ ولا ما قارئش، وهو: لا ضرر ولا ضرار. وبرغم أن هذا الحديث قليل العدد ديال الكلمات ديالو، إلا أنه واسع في مضمونه وخلق نقاشا كبيرا. هذا الحديث ورد في معظم القضايا وعند معظم النوازليين، واختلف الفقهاء في تفسيره، خاصة التمييز بين الضرر والضرار. ولخص المعلم محمد، هذا المعلم محمد هو بن إبراهيم اللخمي وشهر بابن الرامي. هذا معلم بناي، وكان يخالط العلماء ويخالط القضاة والمفتين، وحفظ بعض الآيات وحفظ بعض الأحاديث، ألف كتابا، وهو من الكتب النادرة. بناي ألف كتاب سماه أحكام البنيان، وجمع فيه الفتاوى ديال ابن رشد ومن سبق، حتى اللي سبقوا ابن رشد المفتي الأول بحال ابن حبيب وغيره، وسجل الاختلافات اللي كاينه، وسجل حتى الناس اللي كيهضروا في هذا الموضوع. قال المعلم، هو كيسمي راسو المعلم محمد، قال المعلم محمد: هو حديث صحيح وقد اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. وقال ابن حبيب، عبد الملك بن حبيب، هذا أندلسي: الضرر والضرار كلمتان بمعنى واحد رددت تأكيدا في المنام، وقد يأخذهما تصريف الإعراب، فالضرر الاسم والضرار الفعل. فقوله لا ضرر أي لا يدخل على أحد من أحد ضرر وإن لم يتعاهدوا، بمعنى واخا ما يكونش عارفوا، بحال اللي كنقولوا حنا ماشي بالعاني. وقوله لا ضرار أي لا يضر أحد بأحد. وقال الخشني، وهو محمد بن عبد الله القرطبي، هذا من القيروان ولكنه رحل إلى القرطبة واستقر بها إلى أن توفي بها. وقال الخشني: الضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة،
يريد أن الضرر ما قصد الإنسان به منفعة نفسه فكان فيه ضرر على غيره، وأن الضرار ما قصد به الإضرار بغيره. قال مولانا جل جلاله وتقدست صفاته وأسماؤه: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. ويحتمل أن يكون الضرر أن يضر أحد الجارين جاره، ومعنى الضرار أن يضر كل واحد منهما صاحبه، فنهى عليه السلام عن الوجهين. انتهى كلام ابن الرامي. وبرغم أن ابن الرامي لم يحسن في المعنى، إلا أنه حاول أن يضع تركيبة موفقة لأقوال سابقين، وهي إلحاق طرف الأداء بطرف آخر، أي هناك علاقة يستفيد منها طرف على حساب الطرف الثاني. واعتبر هذا الحديث قاعدة ثابتة ترددت في معظم الفتاوى، وتصدى النوازليون بكل صرامة على الأقل على المستوى النظري للضرر. فقد أجمع الفقهاء على أن الضرر حيثما كان يمنع، والمفسدة حيثما تعينت تدرأ أو تمنع. وهذا حكم الشيخ عيسى بن علي الحسني العالمي صاحب النوازل العالمي، هذا من القرن 18. غادي نلاحظوا أن المفتين، دابا ملي غادي نوصلوا في القضية، أن المفتين، جبت المفتين من القرن الثاني الهجري أي الثامن الميلادي حتى القرن العشرين مع الوزاني، وكلهم تقريبا كيناقشوا مسائل واخا وقعت هذه قرون كيناقشوها لأنه وقعت في الزمن ديالهم، بمعنى الطابع الاستمرارية لهذه المسائل هذه. قال بل أكد أن ضرورة تدخل الدولة أو المكلفين بشؤون المسلمين، بحيث أكد العالمي في موضع آخر: وهذا موضع نظر من له نظر في ذلك، بحيث يقطع الأيدي العادية من الامتداد للفساد ويسد مطامع الزائغين عن اللجاج والعناد. وواضح من كلام العالمي أن المسألة لا تحتمل التسامح وتذهب إلى حد الزجر الجسدي، بل أكثر من هذا. ذهب أصبغ، هذا أصبغ كاين جوج، كاين واحد أندلسي وكاين واحد مفتي الديار المصرية، هذا الأندلسي، أنه لا يلزم الإذن، بمعنى إذا كان الضرر لا أي واحد يمكن له يدخل دون إذن في إزالة الضرر والمفسدة. وبالمقابل تسامح الفقهاء في القاعدة العكسية، أي حيث لا ضرر يمكن للإنسان أن يستفيد ما دام لا يضر نفسه وغيره، فلا بأس من إنشاء المرافق كما قال الشيخ العالمي: له أن يرتفق من الماء معهم بقدر ما لا يضرهم. والنازلة هنا في رجل أراد أخذ الماء من ساقية ليست له بهدف الارتفاق، أي إحداث مرفق كمرحاض أو شرب أو غيره. حديث آخر مشهور يصب توا دائما في إطار الأحاديث العامة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. برغم أن الحديث عام، إلا أنه يمكن كذلك سحبه على الماء باعتباره مالا كما سبقت الإشارة، ويمكن الاستحواذ عليه بطريقة أخرى. ولحماية حقوق المنتفعين ودرء أخطار المدعين جاء الحديث ليدعم موقف المتضرر أو المغرر به. وطبيعي أنه لا يتم اللجوء إلى مضمون الحديث إلا في غياب الوثائق والحجج، إما بضياعها أو سرقتها أو غير ذلك. ومعنى الحديث لا يكتمل إلا إذا أضفنا جزءا مختلفا فيه، وهو: لو يعطى الناس بدعاويهم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أي إذا ترك الباب مفتوحا للدعاوي لادعى كل ضعاف النفوس امتلاكهم أو أحقيتهم في أموال الغير. لذلك جاء الحديث ليضع حدا للمدعين. فما هي البينة؟ روى البخاري في صحيحه عن ابن سهل، العنعنة طويلة غادي نبقى نشوف غير آخر واحد اللي تروى عليه، عن ابن سهل رواية أخرى قال فيها: شاهداك أو يمين، أي أن البينة هنا هي الشهود، على الأقل شاهدين. أو اليمين فهو واضح. ورغم ذلك وردت فيها اليمين، وخا كلمة واضحة وبسيطة وردت فيها أحاديث كثيرة للتوضيح. فقد جاء في الحديث: لا يحلف إلا بالله، يقال إما بالله أو تالله أو والله. وجاء في حديث آخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وفي حديث ثالث: ورجل حلف كاذبا بعد العصر ولا يحلف لغير الله. أما بالنسبة لليمين الكاذبة فكتب السنن والصحيحين تزخر بعدد من الشواهد في هذا الباب. اخترنا من البخاري
من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. وفي هذا أنزل الله تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آل عمران الآية 77. وفي مسلم وردت بصيغة أخرى ولكن تقريبا هي هذيك: من حلف على يمين صبر يقتطع به مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وقد نزلت إن الذين يشترون الآية. وقد تشدد البعض في البينة إذ أكدوا أن تكون حجة واضحة مقبولة. والحجة هنا رسم ملكية أو تركة إرث أو شراء أو عرف أو عادة أو شهود. الحديث الموالي غير التأكيد: إن الباغي يجعله الله دكا. والبغي هنا هو الطغيان، والمعنى واضح، وهو أن نتيجة البغي في نهاية المطاف غير محمودة، إن لم تكن في الدنيا ففي الآخرة. وقد حذر العالمي من الطغيان، قال: إياكم والبغي فإن صاحبه مهزوم. لماذا قلنا هذه الأحاديث بعيدة؟ لأن الكثير من الناس رغم هذه الآيات ورغم هذه الأحاديث لم يتوانوا في ضرب كل هذا الشعر الحائط والسيطرة على مياه الآخرين. وهذا الشيء غادي نهضروا عليه في الفتاوى. بالنسبة للأحاديث الخاصة، المقصود بها تلك الأحاديث التي لها علاقة مباشرة وواضحة بالماء. هذه الأحاديث قليلة جدا، ولعل مرد ذلك إلى الطبيعة الجغرافية المناخية لشبه الجزيرة العربية، إذ لا نكاد نجد نهرا ذا جريان دائم أو نظام مائي محكم، بل إن الوجود المائي يكاد ينحصر في الآبار، وهذا هو الذي يجعل الأحاديث المرتبطة بها أكثر نسبيا. إن هذه الأحاديث التي سنريدها مرتبطة بالغدران، أي بالجريان الموسمي، أي غير الدائم. لكن هذا الجريان ناتج عن السيول، ورغم قلته طرح نزاعات على مستوى الاستغلال، خاصة وأن الماء غير مملوك. هذه القضية ديال الملكية الماء حتى هي دابا نشيغوا، لأن من يملك الماء فله مطلق الحرية في استغلاله ويستعمله كيف ما بغى، وإنما تجرف الأمطار الهطالة بين موسم وآخر. هذه النزاعات فرضت تدخلا حاسما أفرز مجموعة من القواعد ستعتمد في النوازل الفقهية المرتبطة بفاس. الحديث الأول وهو الذي رددته جل النوازل، والذي جاء إثر سيل مهزور ومدينب. مدينب كاين اللي كيقرا مدينب، ولكن سيد عبد القادر الفاسي قالها كيفاش كتقرا برفع الميم وجر الدال، حيث ذكر أبو الحسن البغدادي الماوردي مشهور بالكتاب ديالو ديال الأحكام السلطانية، واللي ناقش فيه جميع القضايا اللي يمكننا نتصوروا المرتبطة بالحياة اليومية. فالماوردي أورد في الأحكام السلطانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن للأعلى أن يشرب قبل الأسفل، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى ينتهي الأراضون. أما عن الكمية التي يجب أن يستغلها الأعلى قبل أن يرسل ماءه فقدره محمد بن إسحاق عن ثعلبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في وادي مهزور أن حبس الماء في الأرض إلى الكعبين، فإذا بلغ الكعبين أرسل إلى الأخرى. بمعنى أن المياه، النخل كيكون محفور عليه شي شوية، ملي كتعمر داك شوية الماء راه كيوصل حد الكعبين. كما جاء في حديث آخر عن عمر بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومدينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل إلى الأعلى إلى الأسفل. وروى البخاري في صحيحه: حدثنا عبدان إلى حتى يوصل عن عروة قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك. فقال عليه السلام: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل. وقد قدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. وأورد ابن رشد نفس الحديث لكن مختصرا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور ومدينب
أنه قضى أن يمسك الماء إلى الكعبين ثم يرسله إلى الأسفل، وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه المياه غير مملوكة، وبالتالي فقاعدة الأعلى فالأسفل لا تنطبق إلى على المياه العامة. ومن هنا جاء الحكم على أساس اقتسام المنفعة، وما دام لا يوجد أساس شرعي أو مبرر وثائقي، اعتمد الموقع الجغرافي للسيل أو الواد كأولوية للاستفادة، أي أن الذي توجد أرضه قريبة من السيل هو المستفيد الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، وهكذا. وقد أثارت هذه المسألة جدالا فقهيا باعتبار أن هذا الحكم محدود زمنيا ومكانيا، أي أنه غير صالح لكل الأزمنة والأمكنة. بل اعترض الماوردي على هذه القاعدة، خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بنفس الحكم في سيل بطحان في ضواحي المدينة المنورة. لخص الماوردي اعتراضاته في مجموعة من النقط. أولا، اختلاف الأراضين، فمنها ما يروى بالقليل، ومنها ما لا يرتوى إلا بالكثير، وهذا يعني أن كمية الماء إلى الكعبين لا يمكن تعميمها على جميع التربات. ثانيا، أو الاعتراض الثاني، اختلاف ما فيها أي الأرض، فإن للزرع من الشرب قدرا، والنخيل قدر، والنخيل والأشجار قدرا آخر، بمعنى ماشي بحال الزرع بحال الأشجار. الاختلاف الثالث، اختلاف الصيف والشتاء، فإن لكل واحد من الزمنين قدرا. اختلاف الرابع، اختلاف ما فيها في وقت اختلافها في وقت الزرع وقبله، فإن لكل واحد من الوقتين قدرا. والاختلاف الخامس، اختلاف حال الماء في بقائه أو انقطاعه، فإن المنقطع يؤخذ منه ما يدخر، والدائم يؤخذ منه ما يستعمل. والاختلاف هذه الأوجه الخمسة لم يكن تحديده بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدها، وكان معتبرا بالعرف المعهود عند الحاجة إليه، بمعنى أن هنا العرف أجدى من الحديث، لأن كل أرض على حسب التربة ديالها وعلى حسب. ويمكن الاستئناس في هذه المسألة هذه باش ما، لأن كاين اللي يقول لك الحديث لا، من الحديث ما يمكنناش. هنا يمكننا نستأنسوا بواحد القضية مشهورة، وهي مسألة تعبير النخل، والتي عقب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أنتم أدرى بشؤون دنياكم، بمعنى في هذه المسائل هذه أنتم أجدى أو أدرى بشؤون دنياكم. وسنجد في نوازل فقهائنا وعلمائنا إشارات متعددة إلى ما سبق أن ذكره الماوردي. والسؤال المطروح: إذا امتنع الأعلى عن ترك مائه للأسفل، وهذا الشيء غادي يوقع بزاف في مدينة فاس دابا نشوفوه، وإذا افترضنا أن أصل الماء يوجد في أرض الأعلى وأنه مملوك له، ما مصير فائض مائه؟ وهل له الحق في منعه عن الذي يليه؟ هنا بالنسبة للقضية ديال الملكية ديال الماء، أن الملكية لصاحبها مطلق الحرية في التصرف فيها. اللي عنده دار يمكن له يكريها، يمكن له يطيحها، يمكن له يبيعها، غادي تورث من بعد منه. إذا إذا كان الماء ملك لصاحبه، شنو هو الملك لصاحبه؟ هو أن تكون عين ديالو عنده في الجنان ديالو أو في دارو، أو عنده بير ديالو، هذا يمكن له ذاك العين يسقي ومن بعد يطلق الماء في بخرار ولا ما يعطيه حتى واحد. المشكل هو في المياه العامة، أي المملوكة جماعيا، بحال واد فاس ملي غادي نوصلوا له أن الملكية ديالو جماعية، وبالتالي لا يمكن أن نطبق هذه القضية ديال الأعلى في الأسفل، بل غادي نلجؤوا إلى طريقة أخرى سنراها. في الحقيقة أن صاحب الذي يملك الماء له الحق التصرف، ولكن يوجد هناك رادع ديني روحي ولا يوجد رادع عملي. فقد روى البخاري في هذا الشأن، حدثنا كذا كذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام، بمعنى اللي عنده الماء زايد ما خصوش يمنعوا على الآخر، لأن سيمنعوا به فضل الكلام، لأن الربيع كينبت غير بالماء، لا بفضل. وفي رواية أخرى عن عبد الله، حتى غادي نوصلوا، عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. وفي مسلم تقريبا نفس الصيغة مع بعض الاختلاف في العنعنة. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة. وللمزيد من التأكيد جاء حديث آخر أكثر تشددا،
حدثنا عبد الله بن كذا، تنص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك. وروى مسلم نفس الحديث مع اختلاف في الصياغة. قال عن أعمش عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. إن التأكيد على هذه الأحاديث له دلالته، ويدخل في باب المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لكن كثيرا ما نجد في الواقع تجاوزات، وللأسف كتكون من الناس اللي عندهم دراية بالفقه بحال وزراء علماء شرفاء، ومع ذلك احنا غادي نوصلوا لهذه المسائل. اذا بعد هذه الاحاديث اللي كان غير انتقاء لان كاين احاديث اخرى، سننتقل الى موضوع اكثر دقه وهو الفتاوى او الفتاوي الفقهيه. لقد اصبح للنوازل الفقهيه دور كبير في الدراسات التاريخيه، اذ اصبح من غير الممكن الاستغناء عنها، لما تسهم به من تنوير لبعض الجوانب المغيبة في المصادر الأخرى. فالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية شبه مغيبة في الحوليات والكتابات التقليدية، عكس النوازل التي تزخر بمثل هذه المعطيات المهمة، خاصة بالنسبة لموضوع تعتبر فيه مصادرنا جد فقيرة. حقيقة كنجبروا شوية ديال الحاش وخصك تقلب بزاف باش تجبر، ولكن مع ذلك هذا هو الهم ديال الباحث، خصو يضرب تماره، خصو يقلب باش يجبر. لهذه الأسباب يمكن اعتبارها الإطار النظري المستوعب لجل مشاكل المياه، سواء منها العامة أي المطروحة بشكل فضفاض حتى يتسنى الاحتكام إليها في كل مكان وفي أي زمان. هذه المسائل اتخذت في معظمها طابع الفرضيات لكنها قابلة للوقوع. المفتي كيجي عنده انسان كيسولو الى غير ذلك، ولكن هو نظرا لتبحره في الحديث والقران والعلم وقرا بزاف، كيختار هو من راسو، كيدير فرضيات ديال المشاكل قابله للوقوع، واخا ما جات واحد سولو فيها ولكن كيمكن توقع. كيسجل هاد النوازل، علاش؟ واخا هي نوازل عامه، باش الا شي واحد شي مره وقعت شي حاجه تشبه هذيك المساله كنرجعوا ليها. قال الونشريسي، قال ابن رشد، قال كذا، برغم ان ذاك المشكل لم يقع على مستوى الواقع. وهناك كذلك فتاوى خاصه وهي المرتبطه بمياه فاس بفرعها، مياه القرويين ومياه الاندلس. وقد استغربت للمعلومات الهامه والغزيره التي وفرتها هذه النوازل، حتى ترسخت لدي قناعه علميه اساسيه، وهي انه لا يمكن دراسه المياه بما في ذلك مياه فاس إلا عبر دراسة النوازل الفقهية. وقبل الخوض في دراسة النوازل لابد من إبداء بعض الملاحظات. فالنازلة تتكون من السؤال ثم المشكلة أو المسألة ثم الجواب، لكن هي في الواقع حالة القضية ديال المنطق الصوري، السؤال يتضمن المشكل، بالتالي عندنا مشكلة وجواب. المسألة الثانية أن الكثير من المعلومات تتكرر بنفس الأسلوب بنفس المعطيات، وهذا التكرار ديالها واخا كتكرر بنفس الاسلوب بنفس المعطيات عنده واحد الافاده علميه، واحد المعنى، وهو ان المشاكل تتكرر وتعاود الوقوع برغم المرور فتره زمنيه طويله. فمشكل عند الونشريسي في القرن التاسع الهجري يتحدث عنه الوزاني في القرن العشرين، ويتحدث عن مشكل فعلي واقع فعلا في مدينه فاس، ويعود الى الونشريسي ويعود الى ابن رشد. المسألة الثالثة التعميم،
وهو مقصود من نوازليين في محاولة إعطاء نوازلهم طابع الديمومة والاستمرارية حسما للنزاع وطمعا في ترسيخ قواعد ثابتة. المشكل الرابع عدم الحسم في بعض النوازل، إما بسبب اختلاف المذاهب أو باختلاف الفقهاء أنفسهم، وقد تبقى النازلة معلقة أو ذات حلين أو أكثر. اعتمد الفقهاء في إصدار أحكامهم وفي تحديد مواقفهم على الأسس المعروفة في الشرع الإسلامي، أي القرآن كما قلنا، السنة، الإجماع، قياس الاجتهاد. وفي هذا الإطار اعتمد المذهب المالكي للحسم في بعض القضايا المتجادل فيها مذهبيا، وسبقت الإشارة إلى عبارة هذا ما ذهب إليه إمامنا مالك، أو هذا ما أقره إمامنا مالك، أو هذا ما ذهب عليه أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي حالة غياب النص أو وقوع مشاكل لم يسبق التطرق إليها، تتم الاستعانة بذوي البصر أو الخبرة أو اللي كنسميوه حنا الشيوخ النظر، أو يتم الاحتكام إلى العرف والعادة اللذان اعتبرهما فقهاؤنا من أسس الشرع الإسلامي ومن قواعده. اخترت نماذج من الفقهاء والعلماء والمفتين لتغطية أطول فترة ممكنة، بدءا بعبد الملك بن حبيب السلامي في القرن الثاني والثالث الهجري موافق الثامن التاسع الميلادي، مرورا بأصبوغ والخشني وابن رشد والعتيبي والماوردي والمشريسي وابن عاصم، وصولا إلى عبد القادر الفاسي وأبو عبد الله محمد بن سودة التاودي شيخ الجماعة بفاس، والعالمي والوزاني في القرن العشرين والقرن التاسع عشر، بل حتى ابن الكافي. ابن الكافي هذا دار واحد الأرجوزة عجيبة حول النوازل، ولكن صاغها في شكل أرجوزة. هذا الكافي نسبة إلى الكاف، هو من تونس، من منطقة الكاف، وجا المغرب واستقر واحد المدة، وعاوتاني بان بلوشاي مشى لليبيا استقر مدة، مشى لفلسطين، مشى للحجاز، مشى لمصر، المهم استقر في عدة دول، وانتهى به المطاف في دمشق بسوريا. هناك استقر وتزوج تما ولد وليدته ومات تما ودفن هناك، والف واحد الكتاب حول الاجوبه على الاجوبه الكافيه على الاسئله الشاميه، ودرج فيها مجموعه ديال، واعتبرت هذه الارجوزه كيعتمدوا عليها كثيرا الفقهاء، وحتى حنا غادي نعتمدوها كذلك. اذا هاد العلماء كلهم الخط الناظم بيناتهم كما قلنا هو المذهب المالكي. مسألة أخرى في هذه القضية ديال الفتاوى أو الفتاوي، لم يجد العلماء حرجا في الاعتماد على علماء من غير وطنهم. مثلا المغرب كيعتمد على الأندلس، كيعتمد على تلمسان أو مقرة، كيعتمد على الماوردي في بغداد أو سوريا أو غير ذلك. علاش؟ لانه ما كانش عنده في المخ ديالهم هذه القضيه ديال الحدود الجغرافيه، واخا كانت مثلا كانوا هما بالنسبه لهم كيعتمدوا على ما يسمى بالامه الاسلاميه، ولذلك كان علماء جاوا من الشرق ودرسوا بالقرويين، وعلماء من المغرب مشاو لمصر قراوا في الازهر، قراوا في الزيتونه في تونس، والقوا دروس في الحجاز. بالتالي ما كانش عندهم هذه العقليه ديال الحدود، كانوا يعتبرون انفسهم امه واحده. فين كان عندهم الاختلاف؟ هو الاختلاف في المذاهب، لدرجه ان كان منهم من كان متعصبا للمالكيه، لدرجه انه واخا يكون واحد اخر من اهل السنه والجماعه وحتى هو راوي الحديث ولكن اختلف معاه في شي حاجه. كي تذكر واحد السيد، غير دابا عاد جاتني هذه القضيه للبال، ابو القاسم اصبغ الاندلسي اللي قلت لكم كاين واحد اخر، قال أحب أن يدفن معي خنزير على أن يدفن معي أبو شيبة. وهذا أبو شيبة مشهور من رواة الحديث وكذا، ولكن اختلف معه في مسألة تمس الإمام مالك وبقوا التعصب ديالو. إذا بالنسبة لنا احنا المذهب المالكي هو الخط الناظم. إذا بالنسبة للنوازل الفقهية هي الأخرى مقسمة إلى قسمين، كاين نوازل عامة ونوازل خاصة بفاس. غير النوازل العامة منها كما أكدنا من قبل سيستقي الفاسيون أو علماء فاس أو فقهاء فاس نوازلهم للتحكيم في قضايا وقعت بفاس. إذا المقصود بهذه النوازل العامة
هي التي ترد كرد فعل على حدث ما أو مشكل ما وقع فعلا في زمان ما، لكن الجواب جاء عاما أو أريد له أن يكون كذلك دون تحديد للزمان أو المكان، حتى يصبح قاعدة عامة تصبح أو تستغل كعدة للفقهاء يقيسون عليها أو يحكمون بها، أي تصبح إرثا نظريا يضاف إلى النصوص القرآنية والأحاديث. ولعل هذا هو السبب الأساس في تكرار نفس النوازل أو الأجوبة عند ابن رشد والمشرسي والعالمي والوزاني والتاولي إلى غير ذلك. أهم هذه النوازل العامة ثلاثة. الأولى وهو مشكل الأسبقية في السقي، وهذه القضية غادي نلاحظوا أن كثيرا طرحت كثيرا في فاس. الثانية الأسبقية ما بين السقي والطحن. الثالثة الأسبقية ما بين الطحن والطحن، أي مالين الأرحي فيما بينهم. فبالنسبة للسقي طبيعي أن ينساب المياه من الأعلى إلى الأسفل. هنا ملي كنقولوا من الأعلى إلى الأسفل لا نقصدوا توبوغرافيا بمعنى بحال اللي نهبطوا من شي جبل، لا، الأعلى من الأسفل الأرض مستوية، ولكن الأول هو اللي قريب من الماء، اللي حداه هذاك الأول راه الأعلى، واللي موراه هكذا بحال اللي كنقولوا حنايا ملي كتقول حانوت فوق الحانوت، ماشي فوق منها موضعيا ولكن من ناحيه ديال المسافه اللي بيناتهم. اذا قلنا المشكل وطبيعي انه في حاله ترك الامور على مجرياتها فان المستفيد الاول هو الاعلى القريب من المجرى، وكلما زاد البعد عن الماء قلت الاستفاده، وخاصه في فترات قله المياه كالصيف او الجفاف، وهذه قله المياه عاوتاني ستطرح مشاكل كثيره. ومن هنا كان من الضروري وضع إطار شرعي لاستغلال المياه بكيفية منطقية وأكثر عدالة. لذلك وضعت هذه القضايا أو رفعت هذه القضايا إلى علماء وفقهاء العصر. فقد جاء عند ابن رشد في ماء غير متملك الأصل يسقي به أعلون أو أعلون وأسفلون على قديم الأيام، فأحدث أصحاب العلو خضرا ومتاقل إن سقوها مع ثمارهم أضر ذلك بالأسفار، وحبسوا عنهم الماء فمنعوا من ذلك، وقصروا على السقي للثمار والأصول حتى يتموا، ثم يرسلوا الماء لمن تحتهم. فقال بعض الأعلين أنا آخذ قدر ما أسقي به ثماري من الماء أسقي به خضري ومتاقلي، هل يباح له ذلك؟ أو يقال له إما أن تسقي ثمارك الواجب لك تسقيها أو تسرح. هذه القضيه هذه رغم انها كتبدو عامه، حنا غادي نشوفوا ملي غادي نهضروا عن النوازل ديال فاس راه وقعوا فتن ديال بمعنى الكلمه، لان انا عندي جنان كنسقي به الشجر، واحد الساعه حولته لبحيره، البحيره غادي ندير فيه الخضر، غادي ندير فيه النعناع، غادي ندير فيه بزاف ديال المسائل اللي خصها تسقى يوميا. اذا هنا شنو خصني؟ غادي ناخذ الماء اكثر من اللي كنت كناخذ، اذا اللي من بعد مني غادي تضرر. وبالتالي هذا المشكل هذا غادي يستشهدوا به النوازليون الفاسدون عند الحديث عن الماء. هذه النازله غادي تتكرر عند الونشريسي، وغير باش نربحوا شويه ديال الوقت. الاجابه على هذه النازله كتضع لنا واحد المجموعه من الشروط. اولا ان يجب ان تتوفر في الواد او السيل قبل الاحتكام الفتوى، يجب اولا ان يكون غير مملوك، بمعنى ما يكونش دموله. وحنا ملي غادي نهضروا على واد فاس غادي نشوفوا بان واد فاس مملوك لسكان فاس، مملوكش لشي واحد، وبالتالي هو مقسم بواحد الطريقه اللي مضبوطه ومشروعه غادي نشوفوها. اذا هذا الشرط الاول، لان الملكيه كما قلنا حجه لمطلق التصرف. ثانيا ان يكون مما اجراه الله دون تدخل بشري بالبناء او الحفر او التطوير. حنا غادي نشوفوا ان الماد فاس مما اجراه الله، ولكن طوعه سكان فاس بالبناء والتطويع وحولوا مجرى، بل بناوا مجرى ما كانش كاع، وهو حنا غادي نشوفوه ديال حصه الاندلس، واد مصموده، واد الزيتون، واد مصموده. ولكن قبل ما يدخل الماء فاس مشكل اخر، لانه غير مطوع وهو مما اجراه الله في الفلات. ولذلك الناس اللي غادي يجيو اللي غادي يستغلوا النفوذ غادي يمشيو لهذاك الماء قبل ما يدخل، يقول لك اسيدي هذا الماء في الفلات، حنا جبرنا الماء حنا وبالتالي غادي توقع عندنا واحد المجموعه ديال النزاعات، واحد المجموعه ديال الصراعات دابا نشوفوها في المستقبل.
إذا هذا الشرط الثاني. قلنا وأن يكون الماء شحيحا، لأنه مع كثرة الماء لا يوجد مشكل أصلا. وهذا علاش الماوردي احتج على ذاك الحديث، لأن الماوردي في بغداد والفورات ودجلة والمياه موجودة، ما كاينش هذا المشكل مطروح، لأن مع كثرة الماء كل واحد غادي يخرج ساقية، بينما إذا كان الماء قليل غادي يوقع الصراع حول هذا الماء. إذا كان مستوى النهر بطبيعة الحال ضعيف، إذا هنا غادي نرجعوا غير واحد النقطة مهمة في هذه المسألة هذه، وهي اللي أشار لها ابن رشد عندما قال وجرت المسألة على طول الآماد والسنين. إذا هنا ابن رشد لم يحكم بالحديث الأعلى في الأعلى، وإنما حكم بالعرف، بمعنى أن هذاك السيد اللي فوق غادي ياخذ الكمية ديال الماء اللي كانت عنده منذ سنين، ولا يحق له أن يزيد ولو جرعة واحدة. وهذا اللي غادي يكون في مدينة فاس. أنا ملي كيدخل الماء الجنان مثلا في النوبة ديالو عنده ساعة ولا ساعتين، ما يمكنلوش يزيد، والا غادي يسخن. اذا هذه القضيه ديال الساعه او ساعتين ما اعتمدناش فيها الحديث، اعتمدنا الحديث ديال الاعلى في الاعلى، ولكن ما اعتمدناش الحديث ديال حد الكعبين، اعتمدنا العرف، وكما قلنا العرف والعاده مما. اذا هذه المساله محسومه. غادي نمشيو لمساله اخرى. دائما في الغرس دابا غادي نجيو لمساله اخرى، ان الاسفل غرس قبل الاعلى، بمعنى ان ارض حدا الماء ومولاها ما استغلش، جا اللي من بعد منه ما يمكنش جالس مكتف الايدي، قام بغراسه الارض ديالو. ملي جا الاعلى قال له سيدي انا ناخذ الماء، قال له الاخر ما يمكنش، انا اللي ضربت التماره وانا غرست قبل منك. هنا الفقهاء حسموا في هذه القضيه، قالوا بان الماء للاسفل وما فضل من الماء للاعلى. علاش؟ لانه سبق الى الغرس. ولكن هذه القضيه غادي تخلق مشكل. هذا غنمشي لواحد ذاك بن عاصم اللي هضرنا عليه، قال واحد البيت الشعري: والماء للأعليين فيما قدم، والأسفل الأقدم فيه قديمة. الماء الأعلى إذا كان هو الأول فيما قديمة، وللأسفل الماء إن كان هو أقدم. هنا غادي يوقع واحد الخلاف بين الفقهاء والعلماء، لأن جاو شي وحدين قال لك سيدي هذه القضية اللي كتقولوا لنا ديال الأسفل هو الأول قبل الأعلى، هذه القضية غير اجتهاد، والنص كيقول لك الاعلى في الاعلى. اذا الاعلى في الاعلى حديث، وهو موضوع اتفاق، كل شيء متفق على ان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالاعلى في الاعلى، بينما الاسفل هو الاول، هذا اجتهاد وفيه نظر. وهنا كنمشيو للقاعده، هو بغى يركز على القاعده ديال لا اجتهاد مع وجود النص، بمعنى كاين النص ولكن هذا الراي لم يؤخذ به، وانما اللي اخذوا به هما اللي غادي يكونوا هذوك الناس اللي مال الامتيازات وغيرهم، هما اللي غيحاولوا يعتمدوا على هذا النص، بينما عموم المفتين اعتمدوا على ان الاسفل هو اللي. في حاله الا ما عرفناش شكون الاول، واش الاسفل ولا الاقدم، يبقى الوضع على ما هو عليه، وغادي نبقاو نحتكموا اليمين على من انكر، البينه على المدعي واليمين على اللي جابنا شي بينه ديال الارث ولا شي حاجه، هو اللي غادي يكون عنده الاسبقيه، واللي ما جابش يبقى الوضع كما هو عليه. غادي نشوفوا الان الاسبقيه بين السقي والطحن. هذا مشكل مزمن، ودائما كانت فيه خصامات بين الجنينيه والرحيويه، وكتبوا فيه المفتين واحد العدد كبير، ولكن ما توقفوش بزاف لان الحسم في هذه المساله باين. غادي نعطيو مثال ديال الونشريسي، واللي اعتمد هو على الاقوال ديال ابن رشد، ان جماعه اصحاب جنات خاصموا رجلا من اهل الارحاء في قطعه الماء من جناتهم، وهم محتاجون الى السقي والانتفاع بالماء المذكور، فزعم صاحب الارحاء ان لا حق لهم فيه، وان ارحاءه سبقت الى حوز الماء المذكور، وعليه بناها وطحنت به عده سنين كثيره، فأثبت القوم شهادات من قبله أنهم كانوا يسقون من الماء المذكور جناتهم قبل إنشاء الأرحاء وبعدها. إذن هنا قضية ديال الحناس، الفقهاء والعلماء حسموا في هذا المشكل، يكون مول الأرحاء سبق ولا مول الجنان، دائما الأسبقية لمول الجنان، دائما الأسبقية للسقي. علاش؟ لأن السقي إذا انقطعت عليه المياه غادي تموت الثمار، بينما إذا انقطعت المياه على الأرحاء ستتوقف المنفعة المؤقتة،
وبالتالي يكون الاول ولا يكون الثاني، هذا حسموا فيه الفقهاء. قال سيدي انشاء اهل ارحاهم، قال هنا غادي يقول ابن رشد: لان الثمرات اذا لم تسقى في وقتها هلكت، والارحاء لا تهلك بقطع الماء عنها، وانما تنقطع المنفعه في ذلك الوقت به. اذا النتيجه باينه، دائما الاسبقيه السقي يكون سبق مول الارحاء ولا ماشي. دابا مساله الاسبقيه بين الطحن والطحن، بين الارحاء نفسهم. هنا المساله محسومه، وهو ان اللي سبق زمنيا، هو اللي ياخذ الماء، واللي من بعد منه وهكذا. لكن مع ذلك نجد مشاكل كتوقع في هذه القضيه ديال الارحام. شنو هذا المشكل؟ وهو ان تبين ان جا واحد السيد ارحاء رايبه، وجا واحد السيد تحت من ذاك الارحاء اللي رايبه، وبنى ارحاء واحد اخر، تسال بالبني وجر الماء. جا ذاك السيد مول الارحاء الاولى قال له: هذا الماء اللي ديتي راه ديالي، انا الارحاء ديالي. الاخر خسر الاموال وخسر كذا، وجا الاخر قال له الماء ديالي. هنا وضعوا الفقهاء واحد مجموعه ديال الشروط اللي هي شروط منطقيه وذكيه. الشرط الاول قالوا شحال ديال المده وديك الرحله الاولى موقفه على العمل. اذا تعدات عام ما عندوش الحق في الماء، لان لا يمكن ان تتوقف منفعه الناس مده سنه ونتسناو حنا حتى يجي هذا السيد فوق ما بان له البلان عاد يبني هذيك الرحله ديالو. هذه الاولى. الثانيه رجعوا الى ما يسمى بالرسوم او الدروس، بمعنى غادي نجيو لذاك الرحال اللي غايبه اللي تهدمت، ونشوفوا واش مازال فيها شي اثار ديال الماء ملي كيدخل ولا شي حاجه. اذا هنا الا ما كانتش هذه القضيه هذه، مول الرحى الثاني عنده الحق في الماء. جا الثاني دابا قال: اسيدي انا والله ما شفتو ملي كان كيبني ولا. قال من ضمن المسائل ديال العرف والعاده السكوت. انت شتيه كيبني وسكتي، والسكوت كيتعتبر عند الفقهاء والعلماء اباحه، بما انك لم تتكلم. اذا هنا غادي يجيو يقول لك: اسيدي انا والله ما كان. غادي نمشيو للبينه، البينه على المدعي واليمين على من انكر، ونشوفوا كيفاش اقتسام المنفعه بينهم. وإلا مشى حتى هذاك الاول شافوا كيبني وجابوا الناس شهود بانه شافوا ملي كان كيبني، هذا كيتعتبر يغرر بالثاني، بمعنى خلاه تابنا. هو ما عنده غرض بالبرحه ديالو الاولى، ولكن خلاه تابنا غير باش يضغط عليه من اجل الحصول على واحد المقابل مادي. هنا الفقهاء عاوتاني وقفوا بشكل صارم ضد هذه المساله هذه. بقات اشاره، وهو ان ملي كنكونوا كنهضروا على الفتاوى الفقهيه كاين واحد المشكله كبيره، وهو كثره التخريب. وتخربت. هنا كنتسائلوا علاش منين ماشي هذا التخريب هذا. هنا باش يمكن شي رحله تخرب خصنا مجموعه ديال الشروط. الشرط الاول هو انه يكون توقف عليها الماء، بمعنى الماء ما بقاش يوصلها. اذا مول الرحى غادي يشد الرحى ديالو، وملي غادي تشد مع طول المده غادي تخرب. وحنا عندنا ربما دابا الا جات شي مناسبه واحده اخرى ان بقوه الماء اللي كان كيتقطع على فاس، ان المونه او الميره ديال القصر الملكي ما بقاتش كتوصل، ما كيجبروش باش يطحنوا الزرع ديال القصر في الاحرى ديال الناس. الثانيه وهو الفوضى او الصراعات الداخليه، لان ملي كتكون الفوضى ولا شي حاجه كيكونوا مالين رحي هما الولا، لان كيمشيو ياخذوا لهم الرزق ديالهم داك. الثالثه وهو المجاعات، لان المجاعه اول حاجه ما يفكر فيها بنادم هو الزرع غادي يمشي للرحى، لان الرحى اذا كتشد. اذا لابد قبل ان تتخرب الرحى لابد ان تغلق لمده طويله. وقد عبر لوتورن على هذه المساله هذه، قال لك بان فاس كانت تخونها المياه في كثير من السنوات، في كثير من الايام، بحيث قال: نجد افنيه خاليه من خرير فوارات الماء وازقه لم يعد يسمع فيها هدير النهر ولا انين الارحاء كما ذهب. بمعنى ان كانت بعض لان فاس اللي كتدخل الفاس راه كاين واحد السنفونيه ديال الارحي كتتكلم. اذا ملي غادي تدخل ما كاين لا صوت ديال الانهار ولا خرير ديال المياه ولا جعجعه ديال الارحي. هادشي كان كيوقع ومرارا، كان كيوقع في فاس. اذا هنا
غادي ندوزو النوازل الخاصة بمدينة فاس. عندما نقول النوازل الخاصة بمدينة فاس نتحدث عن المدينة داخل الأسوار، لأن فاس المائية هي ما يوجد داخل أسوارها. شنو هي الأسوار؟ تبتدئ كما سبق لنا شغلنا في هندسة التوزيع، تبتدئ بالأقواس الأربعة عند سيدي مجبر أو سهريج سيدي مجبر، وتنتهي عند خروج الماء بمنطقة رميلة باش كتخرج إلى الملاقي، بمعنى أنه داخل الأسوار. خارج الأسوار لا يحق لأي شخص كان أن يأخذ مجرى، وإنما يأخذ الماء إما بالدلو وإما بالناعورة. ولذلك ملي غادي نهضروا على النوازل داخل فاس سنتحدث عن عدوى القرويين وعن عدوى الأندلس. إذا بعد هذه القراءة اللي قلنا ديال المشاكل المائية لها علاقة بالقريب أو بعيد بمشاكل مياه فاس. هذا الخروج بالقواعد والأعراف والعادات والمسلمات ستنقلنا إلى نوازل أكثر خصوصية، بمعنى أن النوازل التي تتحدث عن فاس سترجع إلى نوازل تتحدث عن قرطبة وعن غرناطة وعن قيروان إلى غيره. فبالنسبة لعدوى الأندلس لا تهتم الكتابة التاريخية كثيرا بهذه العدوى. هذه العدوى الأندلس غير بين قوسين ما عندها ظهر لا في التاريخ ولا في الماء ولا في حتى شي حاجة. ويرجع ذلك إلى طبيعة موقعها الموجود في الضفة الأخرى من منابع واد فاس. إذا اللي كيعرف الماء ديال فاس واللي سبق له شاف الماء فاس كيدخل طبيعتها كيدخل لعدوى القرويين، وما عندوش كيفاش يمشي لعدوى الأندلس، لأن ملي غيهبط ما يمكنلوش يطلع في العقبة. إذا مشكل آخر هذا. إذا قلنا يستحيل وصول المياه إليها بسبب طبيعتها الطبوغرافية المرتفعة، لذا وجب منذ البداية تحويل جزء من مياه واد فاس ليمر أعلى هذه العدوى. وبالنظر إلى هذا الموضوع ارتبطت بواد فاس ارتبطت بواد واحد يبتدئ بالتقسيم المائي الأول عند الأقواس الأربعة، ولكن في الواقع لا يبتدئ رسميا إلا عند واد الزيتون، ثم دخول إلى واد مصمودة. تم البداية الفعلية ديال حصة الأندلس. ويظل يحمل هذا الاسم إلى أن يخرج من تحت مسجد الأندلس، حيث يحمل اسم واد عبود. وبعد خروجه من المنطقة ديال رحب الدجاج دابا يحمل اسم واد الحريقي، ثم بعده يتفرق إلى مجموعة من الجنانات ويخرج تحت قنطرة بنطاطو ليلتقي بواد شبو. قبل ما يلتقي ذاك المنطقة كتسمى بالحبالات لأن الماء كيتفرق بحال الحبال في الجنانات وغيره، ثم يلتقي بواد شبو حيث يسمى بالملاقي. لا زال هذا الوضع كما هو بالنسبة للمجرى لكن دون ماء، كما أن كثير من الأجزاء تغطت بسبب ما سببه انقطاع المياه من روائح نتنة وحشرات وفئران وغيرها. وسوف لا ندخل في التفاصيل لأن سنقف مطولا عند النادي. آخر ما تغطى منه هو الجامع ديال الرنجة اللي كانت كتسمى بمدرسة الواد، كان فيها الواد دايز في الوسط وفيها واحد الموزع. الآن تغطى لأن بقى الروائح نتنة في قلب الجامع، فعاد تحلت في هذا رمضان تحلت بواديها المغطى. إن الواد بهذا الشكل لا يطرح أي مشكل على مستوى التوزيع ولا يطرح أي مشكل بالنسبة للفيضانات، لأن عند وصوله إلى باب جديد بني له سد بمغالق متعددة، سد باب جديد، والإشارة أن السد باب جديد براسه هذيك المنطقة سيطروا عليها الناس. دابا السيطرة على الملك العام ولات عادية بالنسبة للماء، وحوشوها بالقصب وراه دايرين تما كيغرسوا الخاص والفجال ولا جنان، رغم انه اصلا هو ملك عام لانه سد. تفتح اذا كثر الماء ليصب الفائض في بخرار. هذه النقطه ديال نرجعوا لها. اذا ما هي المشاكل التي تطرحها هذا الواد؟ بالنظر الى كون هذا الواد من عمل الادمي لان نبني الناس اللي بناوه، اي مياهه ليست مما اجراها الله في الفلاوات بحال اللي هضرنا عليها قبيله، اي جريانه ليس طبيعيا. وبالنظر إلى كونه يمر بين الدور وتحتها قبل أن يصل إلى الأجنة جمع جنانات، وبالنظر إلى كونه يمر بمدرسة الواد اللي دابا تغطات وبجمع الأندلس كان كيدوز في باب الحفا،
وينتفع به دينيا، فإن المشاكل المطروحة لا يمكن أن تخرج عن أحد هذه الوجوه. إذا غنشوفوا دابا المشاكل اللي مطروحة سواد مصمودة واللي لا علاقة لها بالمشاكل ديال القروية. أولا مشكل التنقية والتحميل، وهو مشكل مطروح بين أصحاب الأجنة وأصحاب الدور. جوج، مشكل النجاسة، وهذا المشكل مطروح قبل وصول المياه إلى جميع الأندلس، أي بين باب الجديد والمسجد المذكور، وهذا المشكل مرتبط بإحداث كراسي للحدث على الواد. المشكل الثالث مشكل ملكية الواد، أي استحقاق مياهه بالعمل البشري والسبق إلى الاستغلال. مادام الناس اللي بناو كذا غادي يجي شي واحد يقول لك حنا هما الواد ديالنا. وكما يبدو من هذه المشاكل ليست بالبسيطة أو الهينة، بل هي مشاكل عويصة طرحت بحدة وكادت تؤدي إلى اصطدامات دامية، وهذا ما دفع مجموعة من الفقهاء والعلماء للتدخل ومحاولة حصر المشاكل وحسمها شرعا عن طريق إصدار فتاوى صريحة وصارمة في نفس الوقت، وهي التي ستكون عدة للجان التي ستقترحها السلطة عندما يقع الصراع ما بين مثلا القرويين أو الأندلس. الدولة كتدخل عن طريق اللجان اللي غادي التقصي، كتكون هذه اللجان محملة بهذه الفتاوى اللي يصدروها العلماء والفقهاء. فبالنسبة للمشكل الأول والثاني تناوله بالدرس مطولا الشيخ المفتي اللي هضرنا عليه الونشريسي، وحسم فيه بنصوص قاطعة. أما بالنسبة للمشكل الثالث حسم فيه سيدي عبد القادر الفاسي. عبد القادر الفاسي هذا الحفيد ديال أبو المحاسن يوسف الفاسي مشهور، هذا من المعاصرين ديال مولاي إسماعيل، ولم يكتب كثيرا ولم يفتي كثيرا، ولكن على ما يبدو أن الناس ديال صمودة، الناس ديال الأندلس جاو عنده طلبوا منه ورغبوه باش يصدر لهم يشوف لهم شي فتوى كيفاش ان هاد الناس اللي ادعوا انهم يملكون واد صمودة كيفاش يدافع عليهم، واصدر فتوى دابا نشوفوها مقدمات نتائج محموده في الرد على زاعمي ملكيه واد صمودة. اذا قلنا عبد الرحمن راه المغرب قربت، والا الا كنا نعملوا مناقشه، والا فسنستغني عن المناقشه.